عماد كان محظوظ بان حسن شحاتة هو ابوه الروحي، طبعا. فده فاده. لا بس هو لعيب جامد، اه طبعا. حتى لو اي حد تغير عماد جامد. اه جامد. طبعا، ما مش مختلف. بص، في عوامل بتساعد، اوكي. بس العوامل دي بتساعد ان انت واحد انا مقتنع بيك. يعني عماد مثلا بدأ في منتخب الناشئين نجم، اه طبعا. يعني لعب، اخذ هداف الدوري اول ما لعب في الفريق الاول. ففي عوامل بتساعد طبعا، بس لا عماد طبعا قوي جدا. اه طبعا، لا، ف... مهاجم فانا فذ يعني. جايب 114 جول مثلا. فانت لعبت في انديه كتيره جدا في الدوري المصري، تقريبا اكتر لعيب انا وحسام عبد العال لعب في الدوري المصري في الانديه. بدات وانا عندي 17 سنه لغايه 37، فانت لعبت 20 سنه. اتعورت كتير جدا على فكره، الاصابات دي وقفتني كتير قوي قوي. يعني موسم الاسماعيلي ده اول موسم ليا، هداف الدوري فلافيو جايب 17، انا جايب 16، هو لعب 32، أنا لعب 18 ماتش. اوكي. يعني انت متخيل لو كنت لعبت 3 ماتشات يا عم، 4 ماتشات، كنت على الاقل هجيب جونين. فكنت يعني في حاجات بتوقفك، بس طبعا الحمد لله يعني فضل ونعمه عند ربنا واهمال مني. فانت عندك في حاجات، لكن دايما النجوميه بتقاس ازاي. يعني هديك مثال بعيد عني خالص، واحد زي كابتن احمد الكاس، ده نجم الاولمبي، طبعا. هداف الدوري مرتين او ثلاثه، طبعا. كابتن منتخب مصر مع كابتن، يعني كابتن جمال عبد الحميد طبعا في كاس العالم، غير طبيعي. اكيد. تعالى بقى هات لي اي واحد في النادي الاهلي، هتلاقي انت بتميل للنادي الاهلي كجماهيريه. انا لفيت كتير، فدي اخذت منك. طيب هنيجي بقى الناحيه الاداريه، انا مركز في الناحيه الاداريه جدا بحكم حاجات حصلت لي من عند ربنا. يعني الاول كنت بقول لك في التعليم، انا كنت مركز في التعليم جدا، في اللغات مركز جدا. اما لعبت في انديه كتير جدا، الانديه دي انا شفت كل السادات. فما شفت كل السادات بعد ما بطلت، وانا كمان حقوق انجليزي، فبعد ما بطلت دخلت في النادي الاهلي. وده كان يعني انا اول يوم بطلت فيه، اول يوم والله يا اسلام انا على الفيسبوك قمت كاتب واخدت قرار ان انا هبطل. يوميها بالليل لقيت استاذ اسامه الشيخ بيكلمني اون سبورت تعالى حلل. ده حقيقي، انا مش عارف مين اصلا ولا عارف اعمل ايه. بعديها ب4 ايام تمام طلعت كاس عالم، الناس كلها الفيدباك كويس جدا. فبقيت محلل بعدها بشهر، لقيت كابتن خطيب بيكلمني، امسك في النادي الاهلي رئيس لجنه التعاقدات. مسكت لجنه التعاقدات، بعد كده استقلت. بص سبحان الله الاحداث. وانا ماسك رئيس لجنه التعاقدات، حصل معايا موقف غريب جدا. رحت روسيا كمحلل وانا متفق مع كابتن خطيب، كان ابني توفى يعني. لقيتهم بيقولوا لي انت هتطلع تقدم تعمل انترفيو عشان انت بتتكلم مع اليكس سيركين، ده رئيس اللجنه المنظمه لروسيا. فعملت معاه، سالته اسئله كتيره جدا. بعد كده دخلت النادي، انا ما اعرفش سالته ليه اصلا وليه طالع مقد يعني. سبحان الله يعني عملت الانترفيو ده واتذاع. بعدها بعد ما استقلت من النادي الاهلي شهر 11، اتعمل عليا حمله كبيره جدا. والحمله دي دخلت المستشفى اسبوع، محدش يعرف يعني. كنت تعبان قوي نفسيا، مش مصدق. انت راجل اخلصت وراجل من اول يوم اشتغلت، حصل لك ظروف كنت بتشتغلوا في الظروف دي موجوده والناس كلها عارفه الكلام ده، ولقيت مره واحده حمله. انت ليه؟ ليه؟ ليه ان انت عشان طلعت واستقلت من النادي ليه تبقى وحش؟